إذن السلام عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج نبض المجتمع، هذا البرنامج الذي نستقبل من خلاله دائما جميع الفعاليات الجمعوية الثقافية الرياضية الفنية التربوية في جل مناطق المملكة المغربية. ضيفنا اليوم هو مواطن مغربي راقي شرعي بمنطقة سيدي مومن. سيدي محمد مسا تعرض للنصب فيما يخص السجل التجاري بأحد محلات الرقية الشرعية والزيوت النباتية وكذلك العسل. في علمنا أنه بعد الحجر الصحي الذي عرفته بلادنا خلال 2020 21 و22 الرجل كانت لديه مقاولة ذاتية، إلا أن المعني بالأمر اكتشف بعد وفاة المحاسب المكلف بهذه المقاولة، اكتشف أنه لم يعد مسجلا بمصالح أو مصلحة الضرائب. غادي استقبلوا معايا كاملين السي محمد مسا. سي محمد مسا، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي محمد مسا، اليوم جيتي لعندنا الاستوديو بلاد تيفي باش انك يعني ينبض القلب ديالك بشي مشاكل، مادام انه هو نبض المجتمع، فبغينا يعني هذا النبض هذا باش يوصل للمسؤولين ومن المسؤول، ويعني اللي تعرضتي من خلاله لهذا النصب خلال الوثائق ديالك كما جاء على لسانك. ولكن قبل ذلك تقدم لنا واحد راسك أكثر من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسا محمد، راقي شرعي بمنطقة سيدي مومن، أزاوي المهنة ديالي مدة تقريبا 26 سنة، موت الزيوت النباتية. كان عندي واحد الكونطابل كان ديما هو اللي مكلف ليا بالمشروع ديالي. تقريبا قبل من الكورونا ما ديكلاراش بيا بسنتين، توفى. ملي مشيت للضرائب باش نشوف، قال لي عندك سنتين راك ما كنتيش مسجل، ما كانش كيديكلاري بك. ديما كنت ادي كل حاجه كنت كنديها. قال لي سنتين عندك قدام مبلغ خدام. في كورونا عطيت لواحد السيد كيكون في عنده مكتبه في حدا ضرائب فيليبس. قال لي غنفك لي كل شي حاجه. قلت لي طلب لي واحد المبلغ عطيتها ليه. كنمشي عنده كي دابا كورونا، المدير ما مساي واخا بس دازت كورونا دازت كلشي كندراوش. قال لي تحل، وما تحل حتى شي مشكل. بقى المشكل اخر حاجه فاش كنتفاجئ بها لاكي سوسيال لا سينيسيس صيفطت ليا شعار بلا خاصني نخلص 7000 درهم باش نتسجل في لاكيس. مشيت عند لاكيس، قال لي خاص تمشي للضريبه ديال فيليبس تصايب الوضعيه ديالك. ملي مشيت للضريبه كنقول لي فلان راسها هذه، كيقول لي واخا غير قاد لك، كيدي فيا ويجي فيه، يدي فيا ويجي فيا واحد المده. كنقول لي فلان راه اخر مطاف كيدي فيا، كنجيب لي الورقه كنقول ها انت كيدي. في اخر مطاف جاتني حكم من المحكمه ديال تحجز ليا الكونت ديالي، وهذاك الكونت فيه كندي فيه تريتا ديال المنزل ديالي. تحز ليا تقريبا 5 شهور كيتهز. كنمشي لعنده. يعني اشنو كيتهز منه؟ فلوس تريتا ديال البيت ديالي.
يعني حيت الا تحجز ما غاديش يبقاو يهزوا منه فلوس تريتا. لا كيهزوه كيهزوه تهزز مع من المحكمه، من فيليبس، من لاكي سوسيال. كنمشي عنده كنقول لي انا راه عندي الحجز، راه حتى الدار ديالي غتمشي ليا. عيطوا لي لا بنك بي ام سي، قال لي شوف غنزوك واحد 4 شهور، ما جيتيش ما صيبتيش راه غتدخل حتى المحكمه ديال. كنمشي عنده كنبكي لي كنقول فلان فلان الدار ديالي غادي تمشي ليا الدار ديالي. نعم. وانت ما درتي حتى حاجه. لا صافي انا غنقاد لك. كيدي فيا ويجي فيا تقريبا قبل من رمضان ب4 شهور. هذا رمضان؟ وانا كنمشي لعنده رمضان، كنمشي لعنده كنقول له فلان ردوا الله يخليك، راني الدار راني غنضيع، ما غنبقاش في لاكيس، غتولي تمشي لي حتى البيت ديال ولادي. واخا في الاخر كنتفاجئ، ماشي ما دار ليا والو. مشيت تاجيت واحد الاخوان شي اصدقاء مشاو دخلوا. اول حاجه سين مشى للمحكمه التجاريه. نعم. ملي مشى للمحكمه التجاريه بغى يشوف، لقى الفورد كوميرس ديالي تنسحب تشطب، ما كاينش لا اصلا لا اصلا. تهز تحيد تشطب في شهر 12 2024 تشطب. ملي قال لي انت شطبتيه حيدتي، قلت انا ما وصلتش عندكم، ما عمري ما دخلتش هذه المحكمه التجاريه كاع، ما عمري ما شفتها ولا دخلت ليها. قلت لي لا، سميت الكونطابل اللي كان عندك. قلت الكونطابل اللي كان عندي مات في كورونا، سميتو بينو وهات توفى. قال لي لا، هذا سميتو وعنده البيرو ديالو في الزرقطوني، ما كنعرفوش، هذا ما كنشوفوش. منين وراني السيناتور ديالي كنقول هذه مغيره ماشي ديالي، هذه السيناتور مغيره واحد شويه. حنا اللي كنعرفوا من لا سوسيتي اللي بغات تبدلها ولا تبغى تبدل شي واحد، لا قبل المحكمه كتمشي وكتكريزي، والكونطابل كيعطيك شي وراق كتكريزيهم في الجامعه اللي كتنتمي ليها. واش انت كريزيتي شي وراق؟ ما كريزيت ولا ورقه. ومنين جاو من الكريزاسيون؟ انا نقول لك السيد اللي كنت عاطيه مكلفو اخر قبل في شهر 12 طلب لي الكونطرا ديال المحل. واحد المحل طلب لي الكونطرا ديال المحل اللي يجيبها ليا، ملي جبتها لي حيت فيها السيناتور ديالي. طلب لي الكونطرا، ملي جيت كنشوف تحيد فورد كوميرس شهر 12. قال لي هو تحيد. السيد الناس ديال المحكمه تعجبوا، انا والله ما دير، كنقسم فمي بالله ما دير انا هذا الشيء. قال لي دير واحد الطلب، درت واحد الطلب باش كنطالب بالنسخه من هذاك الملف. دونك واش غادي نعرفوا دابا بانك اضطرتي اولا للنصب والاحتيال ثم بعدها لخيانه الامانه؟ هذا اللي كتسمى خيانه الامانه. خيانه الامانه، يعني شكون اللي سنا في بلاصتك السي؟ هذاك خاصني انا نشوف شكون اللي سنا في بلاصتي. انا كاين الكونطابل هو اللي تكلف بهذاك الملف، وانا كنظن هذاك الكونطابل غيكون مصيفطو للاخ اللي في فيليبس، هو اللي كان كيقول لي خاص السيده مولات المحل اللي كانت كاريه ليا خاصها تجي. ملي جات عنده داروا بحال العصابه، هو خدا من عندها الفلوس ومشى عند السيد اللي عنده البيرو ديال الكونطابل، كلفو شوف شحال المبلغ خداو من هذيك السيده، الله اعلم. احنا ما كنتهموش حتى شي واحد هنايا في الجريده على لسان ديال القول ديالك نتايا، حنايا بعيدا كلنا نمارس حنايا الصحافه بمصداقيه، واي واحد عنده شي حاجه فله حق الرد على الكلام ديالك السي محمد. سيدي محمد، اليوم يعني كتشوفوا راسكم وقعتوا في هذا المشكل وهذه المشاكل اللي وقعتوا فيهم، وكتشوف بان راه الدار ديالك يقدر تكونوا في واحد النهار مشرد، يعني بلا واحد الزنقه انت الوليدات ديالك. فلما كتوجه النداء ديالك هذه من جهه، وثاني حاجه شنو هما المتطلبات ديالك؟ شنو كتطالب؟ اش كتطالب؟ اول حاجه استاذ كنوجه النداء ديالي لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله يشافيه ويعافيه ويطول لنا في عمره، ان بحال هادشي ما كيبغيش.
انا تغتصبت في اي حاجه ديالي. ملي كنمشي للجامعه كنقول لهم كيدوروا كاملين كيقول لك لا جيتي، كنقول لهم انا ما جيتش، اقسم بالله العلي العظيم ولا سواه ما عمري ما جيت لعندكم. شحال هذا الشيء باش وقع فاش كيقول لك راه جيتي؟ تقريبا 10 ايام. ما كاينش كاميرات المراقبه في الجامعه؟ قلت لهم شوفوا الكاميرا. واش كاين الكاميرات ديال المراقبه؟ ما نقدرش نقول لك واش كاين. دونك انا راه ساهل الحال، لكن الكاميرات ديال المراقبه في الجامعه فعندهم الحق انهم يلجؤوا سميتو وانت طالب باستفراغ ديال هاد الكاميرات. لان السيناتور ماشي ديالي، عطاني ورقه رئيس ديال الكيليزاجيو السينيت ماشي بحال هذاك السينيت. قال لي لا مسات لا راك انت اللي جيتي. كنقول لك نقسم فمي بالله انا ما جيتش هنايا. ياك ما عندك شي شبيه ديالك شي خوك ولا لا اخوان ديالي كلهم في الولفه، اخ ديالي الطاكسي ما يمكنش الشبه ديالي هذا كيكون التزوير، كاين باين التزوير من شريتي كيدير وما غتصور والو. هو كيقول لك ما تصور. قال واخا تجري ما غتصور والو. شوف الحمد لله احنا نفتخر بالقضاء المغربي. القانون فوق الجميع، حتى واحد ما فوق القانون. فإلى ان شاء الله مشيتي في بعيد غادي تاخذ القانون، غياخذ مجراه وغادي تاخذ الحق ديالك. غير شنو هما المطالب ديالك السي محمد؟ المطالب ديالي انه هو ترجع لي حقوق ديالي، بحال الشيء اللي غنخلص انا ديال هذا الثمن هذا وانا كليت فيه العصا. انا كنطالب باش هذا المبلغ هذا بحال الاخر واخدني واخد ذكرى تاسمني خدام فلوس، انا كنطالب هذا المبلغ خايل عليا باش نخلصو، كنطالب هذا المبلغ ينقص عليا. انا كان شي اجراءات ديالي خاصه اللي غنخلصها نأديها. ولكن دابا واش غتخلص على شي حاجه انت ما كايناش؟ هذا مشكل عاوتاني. ما كايناش. واش الى انت غادي تخلص يعني راه باقي الفون كوميرس راه كاين. لا ما كاينش. الا ما كنتيش غادي يعني السجل راه باقي ساري المفعول. الا ما كاينش لمن غادي تخلص؟ ما كاينش. هنا كيبقى واحد السؤال مطروح، لمن غادي تخلص هذيك 7000 درهم؟ شكون اللي طالبها لك؟ هذه اللي كطالبها هي لاكيس. لا سينيسيس كتقول لك بان خصك تخلص 7000 درهم. 7000 درهم واش انت باقي عندك هاد المقاوله؟ لا انت كتقول بان راه ما بقاتش. دونك واش انت خصك دير لهم واحد سميتو بان راك هاد المقاوله ما بقاتش عندي بعد اولا. فهمتي؟ ما بقاتش عندي. انا درت مع السيده مولاة المحل، درت مع الفسخ في 2020. عندي الفسخ. عندك الفسخ؟ عندي الفسخ. غير كيبقى مشكل. واش الفسخ واش انت ديكلاريتي بان راك فسختي مع السيده؟ درت مع الفسخ ما ديكلاريتيش. كيبقى لا فوت ديالك، راه ماشي ديال السينيسيس. راه انت خصك تمشي تقول لهم بان راه فسخت هذه العقده، راه ما بقيتش خدام في هذه البلاصه، الله يجازيكم بخير. كتكتب واحد سميتو كتحطوا لهم وتحط لهم هذاك الفسخ. هنا راه كيكون واحد الاشكال. دونك راه حيت شوف الدوله ولا المصالح راه ما كتظلم حتى شي واحد، غير حنا اللي غنوقفوا غنوقفوا عند هذا التزوير وهذا النصب اللي تعرضتي ليه من طرف السيد مول المكتبه، اللي كنطالبوا من يعني هذا المنبر ديال بلاد تي في انه ترجع لك الحقوق ديالك ويتعطى لك الحق ديالك، ونتمنوا لك التوفيق ان شاء الله. عندك شي كلمه اخيره؟ والكلمه الاخيره هو كنوجه الله عز وجل وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. البلاد ديالنا غاده في واحد الازدهار، وكاينين شي ناس راه كيشوفوا البلاد ديالنا، واخر المطلب ديالو حسبنا الله ونعم الوكيل. اكيد يعني من كيكون المطلب ديالك هو حسبنا الله ونعم الوكيل، اكيد ربي سبحانه وتعالى هو الوكيل ديالك ان شاء الله يا ربي، وغادي تاخذ الحق ديالك، غادي القانون غيمشي فان شاء الله في التوجه ديالو. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هاد الناس اللي مكلفين يحاولوا ما امكن يشوفوا الملف ديال السي محمد ماسة. السي محمد ماسة وذكر انه مواطن مغربي راقي شرعي بمنطقه سيدي مومن، اللي من خلال ما سمعته تعرض لواحد النصب وواحد التزوير ديال الوثائق ديالو. عنده واحد المحل ديال الرقيه الشرعيه والزيوت النباتيه والعسل كيبيع ويشري في داك الشيء، ولكن من بعد كورونا من بعد ما توفى واحد المحاسب اللي كان مقابل ليه المقاوله الذاتيه ديالو تعرض لبزاف ديال المشاكل. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هذا السيد ياخذ الحق ديالو وما يضيعش
فهو معيل لأسرة وعنده وليداته، باش ما غدا ولا بعد غدا ما نلقاوش السي محمد حتى هو يعني غينضاف بزاف ديال الأسر اللي تشردت بالتزوير وسميتو تلاحوا في الشوارع. إلى هنا سيدتي سادتي مستمعي الكرام متتبعي الكرام بجريدة بلاد تيفي، تنتهي حلقتنا اليوم من برنامج نبض المجتمع. دائما وراء الكاميرا الكواليس سيمو عبد الرحيم الحاج. تحيتي لكم، أتمنى لكم التوفيق، وإلى حلقة قادمة بحول الله وقوته.